بارت 2 من سلسلة تقييم أدوية التخسيس الموجودة في الصيدليات. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن بعض الأدوية، ولقيت في الكومنتس أدوية كتير ذكرتوها محتاجين نتكلم عنها. أول حاجة هنتكلم عنها سيلفستر 1، موجود في الصيدلية بقاله فترة. المواد الأساسية اللي بيشتغل عليها الجارسينيا والجيمانينيا، ده عبارة عن أدوية أساسية لسد الشهية، وبنقيمه بنسبة 5/10. كويس في سد الشهية، والناس اللي بتاكل نشويات كتير بيشتغل على تقليل إحساسها بالنشويات أو إحساس إنها محتاجة نشويات كتير، نديله 5-6/10 بكتير قوي. تاني حاجه التوب جونج ادفانس، برضو مش توب جونج بس، توب جونج ادفانس نسبه الكروميوم فيه معقوله جدا، والجارسينيا والقهوه الخضراء والشاي الاخضر وبعض الفيتامينات والمينرالز، فنديله 7/10. كويس في سد الشهيه بنسبه معقوله، ورفع الحرق بنسبه مقبوله جدا. حاجه كمان هنتكلم عنها ودي انا بحبها جدا ومن المفضلات عندي في العياده، السيرفلايت. السيرفلايت نسبه الكروميوم فيه معقوله قوي، الجرسينيا حلو جدا، فممتاز جدا للناس اللي عندها مقاومه انسولين والناس اللي عندها شهيه عاليه. كويس جدا جدا لتعويض الناس اللي مش بتعرف تعمل رياضه بشكل منتظم بشكل يومي. لو انا بعمل رياضه معاه 3 ايام في الاسبوع على الاقل، هلاقي نتيجه كويسه جدا جدا معاه في الحرق. قولوا لنا تحبوا نتكلم عن ايه ادويه تانية واحنا نتكلم عنها في الفيديو الجاي.